تعالى اقول لك على خدعه جامده جدا في الاكسل. لو جيت هنا وقفت كده على الخليه ديت وكتبت مثلا احمد، الاقيه هو جايب لي المسلسل بتاعه ومسطر لي الجدول وعامل لي التنسيقات بتاعه الجدول بالشكل ده كده. كتبت هنا خالد. ازاي اقدر اعمل الكلام ده؟ تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هتيجي على العمود بتاع المسلسل دوت وهنرقم المسلسل بتاعنا كده بالشكل دوت، وهعلم على الخلتين دول واعمل سيلكت لحد مثلا الصف او لحد 10 بالشكل ده، وهاجي اعلم عليهم تاني وهخليه باللون الابيض. تمام بالشكل ده. بعد كده هعلم على الجدول بتاعي واسيب الهيدر معلمش، اعلم لحد الصفوف اللي انا معلم عليها، وهاجي ادخل على قائمة هوم وادخل على حاجة اسمها كونديشن فورماتنج، وهعمل حاجة اسمها نيو رول واختار اخر اختيار في التنسيقات، واجي هنا واعمل يساوي واختار الخلية اللي هي اسم الموظف. هلاقيه هو مثبت لي الخلية، فانا هخلي التثبيت قبل العمود. تمام مش الصف. فاجي اعمل كده ادوس F4 يبقى قبل الحرف، علامة الدولار تبقى قبل الحرف. وبعد كده هعلم كده اكبر من او اصغر من، وبعد كده هعمل علامتين كوتيشن. يعني بقول له الخلية ديت لو اكبر من او يساوي، يعني من الاخر الخلية ديت مليانة ما فيهاش حاجة فارغة، اديني التنسيقات اللي انا هقول لك عليها دي. تمام. هاجي هنا اول حاجة ادخل على الفونت بتاعي، هديله علامة الاسود، وادخل على البوردر، هخلي البوردر علم هنا كده، وهدخل على الفل دي مثلا هنسق شكل الجدول واخليه باللون ده واقول له اوكي وادوس اوكي. لو جيت هنا وكتبت كده احمد خالد علي بالشكل ده كان موضوع حلقتنا النهارده. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم، متنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.